بسم الله الرحمن الرحيم. كده بدايه المسلسل ان هو واحد بيحلم بست، وده خليك تاخد فكره ان الشخص ده هو حلمه انه يتجوز، وكمان هو عايش في سكن جماعي واللي هو حمام واحد وكده. بعديها بيروح بيت المعلم بتاعه واللي هو مسؤول عن فتح والقفل، والمعلم بتاعه بيعتبره زي ابنه بالظبط هو ومراته. بس لو بصيت على معاملته للزباين تحس ان ده متحرر. المهم القالب، وانتي بسم الله ما شاء الله يعني القالب غالب. متحرش ايه؟ ده كان ناقص يقول لها ما تيجي ونجيب مليكي. والمشكله ان ده معروض على انه بياع شاطر وكده، كمان ده شكل واحد في شبابه، ده واحد في اواخر الشيخوخه بس سابق شعره متصابي والله، بس برضه لا يقارن بالاستاذ احمد عبد العزيز خالص الصراحه. ده منظر عيل في ابتدائي يا جدعان، عيب اللي احنا بنشوفه ده. المهم يعني، ولما جوزها جه واتضايق من طريقه اسلوبه في المعاكسه والكلام ده، ودي اقل حاجه الراجل يعملها، قال له لا في حاجه غلط. رفض فكره انه بيترازل على الحريم، اصل طالما هي راضيه يبقى انا مالي، وتقريبا كان ناقص يبوسها عشان تبقى معاكسه في نظره. وكمان طلع في حلم قال لك ان هو حب واحده غنيه عشان تطلعه من الفقر اللي هو فيه، اللي هو قالها بصراحه شديده، انا عايز واحده تنتشلني من الفقر. يعني هو شخصيا انتهازيه. كمان بص هنا تقريبا الواد شد ايده بدري، فلقى الاستاذ نور ما اداش رده فعل، فبص للمخرج كده اللي هو عامل ايه، طب ما نعيد المشهد بدل العبط اللي احنا بنشوفه ده. وكمان انت واحد الراجل اللي اعتبرك ابنه بعد ما يموت تروح تدي هديه لمراته، يا عم النبي قبل الهديه، لما تروح تديها هديه قميص نوم عشان تتجوزها، وعايز تفهم انك عشان بتحبها ومش عشان تعمل زي ما كنت عايز تعمل في الحلم. لا ازاي، انا بحبها يا جدع. يا جدع ده الولايه ما قلعتش الاسود. والصراحه فتح بق زبيده في المسلسل دي لوحدها تخليه يقتلها مش يتجوزها، بس برضه مش مهم. كمان ده هو كان بيستغلها لاقصى الحدود، بس هو ما ظلمهاش، نقول اللي لينا ولا علينا. هو اي واحده اتجوزها كان بيعاملها كويس، فلما مراته تموت قبل ما تموت بتوصيه وصيه انه يخلي ابنه يكمل تعليم، اللي هو ما كانش عايز يخلي ابنه يتعلم عشان يقف جنبه في المحل. تقريبا عبد الغفور البرعي لسه مطبع في دماغ استاذ نور.